في التصوير السينمائي والفوتوغرافي كمان. التصوير المحترف السينمائي بيتم حسب قاعدة مهمة أو مشهورة اسمها Rule of Thirds. Rule of Thirds أو قانون التثليث أو التلاتات. إيه قانون التلاتات ديت؟ القانون ده بيقسم الشاشة إلى 3 مجموعات أفقية ورأسية، ب3 خطوط أفقية و3 خطوط رأسية، بتتقاطع في مربعات أو متوازي مستطيلات في الحلقات بتاعة عين سحرية من إخراج المخرج السوري السدير مسعود. المخرج قرر إن هو يخالف هذه القاعدة السينمائية اللي هو الرول اوف ثيردز، بحيث إنه ما يحطش النجم أو ما يحطش الشخصية بتاعته في الوضع المريح سينمائيا في الثلث الأول ويبقى قدامه مساحة للرؤية، مساحة بنسميها ليد فيو، ثلث وثلثين لا. فالمشهد اللي محطوط فيه البطل بتاع العمل، بطل المسلسل عصام عمر في شخصية عادل، كان من المفترض لو احنا هنحترم قاعدة الرول اوف ثيردز أو قانون التلاتات أو قانون التثليث هنحطه بالمنظر ده. هيبقى هو ناحية اليمين فوق راسه حاجة اسمها هيد روم، وقدامه حاجة اسمها الليد روم أو المسافة مريحة بيوجه فيها نظره وعينيه، ومساحة بيخش فيها الشخصية الأخرى لما أقطع عليها. السدير مسعود ما صورش عصام عمر بالمنظر ده، هو راح جابه بدل ما يحطه في اليمين حطه في الشمال قدام، حطه في الشمال وزنقه في أول الفريم، زنقه في أول الكومبوزيشن، بحيث يبقى وراه كله فاضي، وراه كله حاجة اسمها يا إما نيجاتيف سبيس يا إما ديد سبيس. فابتدى يحشر ويزنق شخصياته في يمين أو شمال الفريم، شمال البرواز، في شمال الكومبوزيشن، في شمال التكوين أو يمين التكوين، يحطهم على الحافة بتاعت التكوين يمين أو شمال قدام، ويخلي بقية الصورة نيجاتيف سبيس، فضاء أو فراغ سلبي أو فراغ ميت. إيه الهدف الجمالي الدرامي من إنه يخالف القاعدة ديت، قاعدة التلاتات أو التثليث أو الرول اوف ثيردز، ويبتدي يزنق شخصياته في المقدمة في اليمين والشمال ويخلي وراهم حاجة اسمها فراغ سلبي أو فراغ ميت. إيه التوظيف الفني هنا؟ التوظيف هنا إنه بيخلي الشخصية تبقى بتشعر أولا بعدم ارتياح، بأنها مزنوقة، إنها محبوسة، إنها محاصرة، إنها في صراع، إنها حاسة بالايزوليشن، بالانعزال، وإنها شخصية مطاردة. يعني الفراغ اللي وراه ده، الفراغ النيجاتيف ده، النيجاتيف سبيس أو الديد سبيس اللي وراها ديت، هو حقيقي فراغ سلبي، ولكن فراغ سلبي له وظيفة درامية، إن هو بيمثل المجهول، بيمثل الخطر المجهول، الاميننت ثريت، بيمثل الضغط على الشخصية، الضغط المجهول، إن في أي وقت في أي لحظة ممكن الفراغ السلبي دوت بيخفي وراه مفاجأة غير سارة ممكن تكون للشخصية المطاردة ديت، الشخصية المنعزلة، الشخصية المضطربة، الشخصية القلقة، إحساسها كضحية، انعزالها عن المجتمع. كل ده بيترجم بأنه يبتدي يكسر قاعدة الرول اوف ثيردز أو قانون التثليث أو قانون الثلاثات، ويحط الشخصية بتاعته في المقدمة من الفريم أو الكومبوزيشن يمين أو شمال، ويخلي وراه فراغ سلبي أو فراغ ميت. دي اتكررت لكل الشخصيات الأساسية زي عصام عمر وزي باسم سمرة وزي شخصية المحامي محمد علاء، الشخصيات النسائية، الشخصيات المساعدة، كلها، حتى شخصية الأم، كلها شخصيات حطها في إطار منعزل، في إطار في قلق، في إطار درامي بيندمج مع بقية الخط بتاع الحلقات، في إن في احنا على وشك إن احنا نشوف مفاجأة، احنا بنشوف شخصيات محاصرة، شخصيات منعزلة، شخصيات هامشية، شخصيات بتدور على الانتقام أو العدل. فالتكوين بتاع الصورة بتاع اللي اختاره المخرج السوري السدير مسعود كان اختيار موفق جدا، لأن خلى العين مش معتادة على هذا التكوين، مش معتادة على هذا الكومبوزيشن، وابتدت العين تشعر ولو بطريقة غير واعية، طريقة سبكونشس، تشعر بنفس القلق ونفس الانعزالية ونفس الخوف بتاع الشخصيات، وغير ما تدرس القانون بتاع الثلاثات ولا بتدرس الكومبوزيشن. من المفترض ان التكوين اللي التزم به المخرج السدير مسعود نقل هذا الإحساس بالانعزالية وهذا الإحساس بالقلق وهذا الإحساس بالمطاردة في الحلقات بتاعت عين سحرية. حاجة تانية مهمة قوي في الحلقات ديت هي النهاية.
النهايه اللي هي كتير قوي من الناس اللي هي برضو ما عندهاش فكره انها تصنف العمل قبل ما تشوفه، ابتدت في اخر حلقه لما ابتدت يبقى تحصل مفاجآت اوفر شويه، يعني يبقى في سم مثلا في كوبايه الشاي، يبقى في شخصيه شريره تدخل له السم، وهو كمان يعني يلتقط هذا الطعم، هذه المصيده يقع فيها ويشرب السم، وهو بيترافع يروح جاي له السم بتشتغل ويبتدي يجي له مغص، وبعدين يجي له الدم بقى ويقع ويروح المستشفى. المواقف اللي هي بتاعت حسن الإمام ديت كنا احنا زمان يعني شبعنا منها، اللي هي الميلودراما اللي هي المبالغه في الاحداث والاعتماد على الانفعالات الزائده، الاحاسيس الزائده، جرعه زائده من العاطفه والاحاسيس تصل الى درجه زائده عن الحد. المصادفه ان الام تاخد الدواء اللي بالمصادفه يطلع المحامي بيتاجر فيه، اللي بالمصادفه يطلع المحامي ده هو اللي سجن زكي اللي هو باسم سمره في قضيه مخدرات، مش مخدرات عاديه، لا ده كمان يعني كمان عشان يبقى فيه عامل الجرعه الزائده لازم يبقى يتحقق بالمخدرات ويعيط وهو بيحكي والمشاهدين يعيطوا معاه. دي كلها لو انت مش واخد بالك دي جرعه ميلودراما. فلما ينتهي العمل، في ناس كتير من المثقفين حتى في اللي شاهدوا الحلقه الاخيره لا ده اوفر قوي، احنا كنا مبسوطين من الحلقات، ليه بقى يدخل السم ويدخل يكح دم ويموت وبعدين يخش مستشفى وبعدين يروح السجن تاني؟ ايه المبالغه ديت؟ احنا ما كناش فاهمين ان الموضوع هيوصل لكده. لا انت ما كنتش واخد بالك ان المخرج ما ضحكش عليك. المخرج في الاول واخد خط الميلودراما، خط الظلم، خط المصادفه، خط الجرعه الزائده، اللعب على المشاعر، اللي بيتسجن ظلم، بيظلم ابوه طول حياته ويكتشف في الاخر بالصدفه برضه ان هو بريء، وامه بتموت بالصدفه لانها تاخد دواء، وهو بالصدفه بيقابل واحده بعدين هي بتحبه بالصدفه. فمصادفات، جرعه عاليه من الانفعالات، جرعه عاليه من الاحاسيس، جرعه عاليه من الكسر التقليدي للشكل بتاع الصوره. فلما شفنا كوبايه السم ويشربها المحامي، اوعى تشرب، المشاهدين انا كان معايا واحد حبيبي بيتفرج على المسلسل، فاول ما شاف الكوبايه بقى اوعى تشربها. شوفي يعني وصل لانفعال المشاهد، قال يعني اوعى تشرب السم. ده هو الغرض من الميلودراما، انه يبتدي يخلي المشاهد يتفاعل بقوه وبعاطفه مش بعقل، ويقول له لا ما تشربش السم. وبعدين بتنتهي الروايه بحبكه برضو معتاده حسب الجونرا اللي اختارها السدير مسعود، اللي هي الميلودراما من المفترض ان هي حسب التراديشنز اليونانيه تنتهي بدرس اخلاقي بحكمه. فكان من المفترض ان في الاخر برضه يبتدي يبقى فيه فويس اوفر، وعصام عمر يتكلم بطريقه الفويس اوفر وهو رايح يزور قبر الام وابوه، ويقول فكرته عن العداله وفكرته عن القانون والدرس المستفاد من القصه ايه، وان العداله هيتم تحقيقها ازاي. فبرضه في ناس ممكن يعني كانت هتبتدي يعني تقول ملاحظات على النهايه دي، يعني كان لازم يبقى النهايه فيها درس، والدرس المستفاد الميلودراما كده. هو المخرج هنا ما عملش حاجه غلط، المخرج هنا ما بالغش. كل ده لو انت فاهم من الاول انه الروايه دي والحلقات دي بتتبع الجونرا ديت، الصنف ده من الفن الدرامي اللي هو اسمه ميلودراما. الميلودراما هو دي كلها مفرداتها: الصدفه، الانفعال الزائد، العواطف الزائده، الاحاسيس الزائده، الاحاسيس الجياشه، كل ديت الدروس المستفاده، الحكمه، كل دوت من مفردات دراميه معروفه للميلودراما. فالمخرج كان امين في المفردات بتاعت الجانرا اللي اختارها اللي هي الميلودراما، كان عبقري وكان خلاق في اختياره الجديد لانه يكسر الرول اوف ثيردز اللي هو قانون الثلاثات او التثليث في الكومبوزيشن. فبالتالي حط شخصياته كلها في تكوين في مقدمه الكادر، مقدمه الفريم بطريقه مزنوقه جدا، وفي ديد سبيس او نيجاتيف سبيس وراها بيمثل الضغط المجتمعي، الضغط بتاع المدينه، الصراع الخفي، الخطر الخفي، القلق، الايزوليشن، الانعزاليه، كل ده دي كلها احاسيس اتنقلت بطريقه فنيه مقصوده وجميله جدا من المخرج ومن مدير التصوير، حتى في الكالر كوريكشن، حتى في اختيار الكالر جريدنج، في اختياره الواضح للتيل والاورنج بتاع الكالر جريدنج. فكل المفردات بتاعت التصوير، بتاعت المونتاج، بتاعت الموسيقى اللي كانت موسيقى موفقه جدا، بتاعت التمثيل
واللعب على الانفعالات الزايدة الجيد جدا لباسم سمرة والجيد جدا لعصام عمر وباقي الشخصيات. فكان كله بيقع وبيصب في النهاية إلى بوتقة درامية معروفة جدا اسمها الميلودراما، نجح فيها جدا المخرج السدير مسعود، اللي هو في آخر حلقة راح مصرح للمشاهد باسمه الثلاثي واضحا السدير غسان مسعود، لأنه السدير هو ابن الفنان السوري الممثل الكبير غسان مسعود، واللي من أشهر أدواره يمكن الناس ما تعرفوش في مصر، بس من أشهر أدواره هو دوره لصلاح الدين الأيوبي في فيلم ريدلي سكوت المشهور The Kingdom of Heaven اللي هو مملكة السماء، اللي لعب فيه دور القائد صلاح الدين الأيوبي. السدير ابن لنجم كبير، وهو كمان مخرج قدير وموهبة يعني very promising وعايدة للغاية، وكان عين سحرية من أفضل إن لم تكن أفضل الأعمال الدرامية اللي اتقدمت في موسم رمضان 2026. وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.